لميتكم الباركينج والكافيات وعملت لكم ممثلين كبار. رجعتوا تانيتوا معايا تاني. انا ما يخليني بالقوانين الاسلاميين. مين يا كليلة احلى متوازن من هذه الليله. يا راجل احنا النهارده قوم يلا نشتغل بروفا. قوم يلا نشتغل بروفا. مش نايمين. نايمين ليه بقى؟ تعبانين؟ لا مخنوقين. اكيد طبعا مخنوقين من البروفا. لا منا. ويا انت اكتر واحد بحب البروف. عارف ليه؟ عشان انت الوحيد الهادي. اما ليكوا في ايه يا بابا؟ انا حبيبي انا ممكن انزل لك اغنيه تراث. تراث؟ ايوه تعرف عندي تراث؟ امال ايه؟ اوكي طب ما انا امال ايه يا حبيبي انا جميل جدا هو انت كموري انت كموري انت كموري انت كموري انت كموري ما علينا العب يا جنان على فكره. واحد كان قلت بس هنعمله بس تاني بس جابته وستني شويه. وبعدين انت عارف يعني انت تيجي افضل. بعد المنظمه انا مخرج كبير، انا مخرج تجريبي. عارفين يعني ايه تجريبي؟ مش مهم اكل، مش مهم اشرب، ولا حتى اسرح شعري، ولا حتى بس تدوم زيبه. اهم حاجه ان انا اعمل عروض ما حدش يفهمها. انا مخرج كبير جدا وعندي رؤيه. تاني رؤيه. الميزة الحركية التي تنبعث من الانعكاسات السيرية. عندما نجده واقفا على خشبة المسرح ثم يقوم بأداء بعض الحركات. حرام عليك، حرام عليك يا أحمد يا حبيبي. قال إيه شعرك وشرابك؟ قال إيه تجريبي؟ ده أنا خلصت فلوسي على غرفاتك وكمان رصيدي، وحرمت نفسي من شفتي او اي كيس هريدي. حرام عليك بقى. انا هقول لك كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله
سمحتوا رجعوا معايا في الذاكره الوقت 2007 قبل العرض ب5 دقايق. بابا يا زمار بس اللي بيرفع جسدنا وبنت العصر 2008 الساعة 7 دقيقة انتوا كنتوا بتنصروا على بعض الساعة 7 ونص جرس الإذاعة على كترة الساعة 7 ونص و5 واحد من المسرح قال لي المسرح بيولع يا عمرو. انتوا عايزين مني ايه؟ بص يا استاذ احنا عايزين شوية رقص شوية سلام شوية سلام ويحك يا امرأة أنا معكم لاتي أنا أكثر رجل ليس له علاقة بالنساء والله يعني ايه يا كابتن انت الامر بالله ورقم حرام عليكم انا السؤال بتاع عباس بص يا استاذ احنا كل اللي احنا عايزين نقوله احنا عايزين نعمل عرض كبير كده يا جماعة. طب والشغل ازاي؟ احنا نعرفها قصدي مخكم تخين ايه يا عم المخرج؟ ايه يا عم؟ عمال تقول لي بطل صحابكم ما جت خدتها ومشيت والديكور وقع على دماغنا وكأن الانسان ضرب. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ انا اقول لك كلمة واحدة بس. وان وورد يا رب احب العروض التانية يا رب ونجح حظنا يا رب نجح حظنا افهم يا كابتن الناس بتعمل العروض التجريبيه ديت علشان ما حدش يفهمها. بعد كده الجمهور يفضل قاعد في الصاله ومش فاهمين اي حاجه وان شاء الله بقى اللجنه لما تيجي وتتفرج على الشغل التجريبي بتاعي يقول انا مخرج كبير وتجريبي ويعتمدوني والشغل بتاعك عجبني والعصر يا كابتن والنص انا اعمل فيه ايه؟ عجبني كده جت اللحظه اللي بموت فيها اقول لك حاجه بس بعد العصر لما بقى تبقوا تحتاجوني وتحتاجوا خبراتي وكلمتي التجريبيه الفنيه وكلموني. وعلى فكره كلكم معاكم موبايلاتي وايميلاتي. احمد استنى يا احمد الله لازم تعرف الحقيقه يا احمد انت مش المخرج بتاعنا. ايوه احنا لميناك من الكبسيه والبصل. انا لطيف ايوه يا احمد انت لطيف لطيف حياة كل كانوس حياة كل مسلسلة تنطور وقفت عليه يا رب اسألني يا رب انفجي مرة تانية. على فكرة انت لو فضلت مصمم على رأيك وعملت اللي انت عايزه وسبتنا ومشيت هنعمل اللي احنا عاوزينه واحسن منك كمان. الشرف انتوا تعملوا شغل احسن مني انا؟ وتعملوا شغل تجريبي احسن مني؟ انا بحب الشغل بتاعي مالك عليك شكلي عجبي سامعين؟ ده انا عجبي يا جدعان يا عم لا اول مره بكلمه صح. حد فاهم حاجة يا جماعة؟ طبعا كلنا فاهمين. تفتكروا ممكن؟ طبعا ونقدر نعمل كده لوحدنا؟ ما تخافش كلنا معاك يا بنات. كلنا معاك يا بناتي طمنتوني خلاص يبقى عجبي عجبي عليك يا زمن يا ابو البدع يا مبكي عيني دمن. ازاي انا اختار لروحي طريقي ولا اللي داخل في الحياة مرغم. عجبي حاسب من الاحزان وحاسب لها حاسب على رقبيك من حبل
على رقبيك من حبلها راح تنتهي ولابد راح تنتهي مش انتهت احزن من قبلها عجب مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل لا دخلتها برجليا ولا كان لي بيت شايلني شيل دخلت انا في الحياة وبكرة هخرج منها شايلني شيل عجب يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر تيأس ما تيأس الحياة راح تمر يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر تيأس ما تيأس الحياة راح تمر انا دقت من ده ومن ده عجبي لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر عجبي عينيك حلوين قوي بحب وانا كمان جوديني بالرفاعي وانت ورايا دوقتوك كمان ورايا قضيتوا الزواج يا بنتي قضيتوا الزواج يا بنتي قولوا معايا موفقة مبروك مصاريفه كتير قوي لقيت مرتاح قوي يبني المدرسة يا عليك عملت ايه يا حبيبي؟ لعبت كورة وجبت شيرتي ومصاصي وايه كمان؟ دخلت الابتدائي وايه كمان؟ نجحت في الاعدادية وايه كمان؟ جبت مجموع في الثانوي ودخلت الجامعة وايه؟ نجحت سنة وايه كمان؟ دخلت سنة وايه كمان؟ صليت في الجامع ايه كمان حبيت بنت بجد يا حبيبي طب هي فين يا ابني في العربية اللي جنبنا في الدرجة الأولى لا ده مش العربيه بتاعتنا تبقى تزلناش يا ابني ايه بقى ده مين جول في الدرجة الأولى بقى؟ خلينا ننفع على وش الدنيا أقول لك يا ابني أكيد هتقول لك أبوك فين؟ وأمك كندير بس أنا بحبها الحب مش كل حاجة قلنا لا هاي مالك حلوين قوي ميرسي ما حلو وأنا كمان تتجوزني ما هو غصب عني من رفائي والبني قوم بينا يا حاج مش هي دي محطتنا تقريبا كده يا حاج سلامة بقى يا ابني انا هنزل في المحطة دي وانت بقى بكمل المحطة الجاية خلي بالك من نفسك يا ابني خلي بالك مني بحر الحياة مليان بغرق الحياة بحر الحياة مليان بغرق الحياة طلب
خير وجاب لي الجواب ده. جواب؟ خير يا أنا خدت الجواب ورمحت على عم إسماعيل عشان محمد أفندي يدخل يقرأوه. ولقيت فيه ايه؟ لقيت فيه تصويرة زي جواب من طرف أخويا عبد الباقي من مصر بيقول فيه إن إحنا وحشنا جو ونفسه يشوف هو جاي في غدا السهر بقى العصر يوم الخميس. والله يا مستقبلين بعد 20 سنة فات سيرنا ونصبروا يبقى إحنا يفتحوا صدرنا يا وياخدوا من الحضن. هو يعني كان بياخدوا حاجة؟ ما هو كان صغير وما أبويا سحبه من يده في نص الليل وهو تعلم واتطور وبقى دكتور. ده هو مفتقر انه يبقى احسن. قد كلك شغل يا ولد. لا أنا يا دوب الحاج عم إسماعيل قبل ما يعوض دار. وانت عايز عن اسماعيل في ايه؟ كنت برضه بقرشين كده ولا أنت عايز أخويا لما يجي ياكل وعلى التاريخ وإيه؟ لا انا عايزاه يجي ويشوفنا على حاجة جد. ليه؟ عايزاه يعرف علامه وأخوه. كلام يوم إيه البلد؟ مصارش يا حد نفس الطريقة اللي مشيت فيها أبويا من 20 سنة لحد كل أخت فيها زي ما هو. ايه يا عم بقول لك ايه يا ولد؟ اياك تبص وراك تاني. خلاص من هنا ورايح ما بكتش من البلد. ليه؟ دي عايز نفس على البلد بعد محبة ومحبة أهلها وأولادها. دي كده يا انت بقى الارض والطين اللي مخبي عيون البلد كلها. وعشان تقدر تكسب لازم تدوس على اكرم ليه. يلا بينا يا ولد. واديك يا عبد الباقي يا اخويا سمعت كلامه ل 20 سنة ونص. لما فهمت رجعت الارض اللي انت نسيت وهي عمرها ما نسيت. لا لسه امك لما جيت ترمي في حضنها حسيت انها بتقول لي روح ارجع من مطرح ما جيت. بقول لك انا داخل على رابع يوم هنا في البلد واحوالك تجاوبك مش عارفاه. من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه كل حاجه. لا عندك ارض تزرعها ولا بيت تطلعها ولا عندك حتى الوش تركيها. اكيد بقى وريتك اللي نزلت في النص لما استلفت فلوس العامه اسماعيل. يا غريب ده ايوه ريت انت عارف العيش الباب اللي انت عايشه في عمرك ديت فضل ونعمه من عند ربنا غيرنا مش لازم. ايه رايك تسيبك فلوس؟ تشتري بيت وارض ماشي انا ما باخدش شفقه من حد. شفقه انا راجع عشان اعوضك في العمر. خلاص بص ايه رايك تسافر تشتغل تعمل لك تشتري بيت وارض ماشي. طب قوم وانا رحت فين؟ بيتي وكل ما املك مش هعرفها او حتى تعوضني عن 20 سنه اللي قضيتهم في الدور. بص يا سيد قول له انت وقفت تجهز نفسك من بكره عشان نخلص اجراءات السفر. انا قلت لا يعني لا. يوم فرصه السفر دي مش هتتعوض تاني ابدا وهي كلها سنه ولا اتنين وهعاود وانت هنا برضه قاعده معاهم. كده بقى لو خرجت من بلدنا على باب ظهر ماما وهو اللي خايف على الصبح يجي ويقعد وياي ويسيب شغله في مصر. هو على جال يجي يطل عليا ان شاء الله كل سنه مره. خلاص يا عم انا هقول هنسافر معاه بكره عشان نكمل الورق. قلبي مش مطمن يا ولد. والله يا انت صدقان وهو جاي لقيته خير. قال مفيش الا شويه مشاكل كده بس كويس خطوات على كده يعني اتعلم منها شويه. يعني مش هيرضوا يدونا فيزا لما نعمل عمليه ممكن تعمل عمليه لو انت اكيد مش هيرضوا يدونا فيزا لما نعمل عمليه. ساعة الباقي يا اخوي انت كنت يومين واحنا داخلين في اسبوع امك والارض والبلد وحشوني وبعدين انت عارف ان امك تعبان. عارف ان امك تعبان. هنعمل ايه يا سيدي؟ مش تابع اهو دي مشاكل في البيت ولازم نخلصها. يا خبر يا اخويا خير ابدا يا سيدي انت عندك حسودين على كده كده ولازم نستتر يا رب ودي هتاخد وقت يعني. خلاص ايه يا اما بقى نعمل عمليه تخرج بعد تخرج في العمليه دي تقول فيها سيد ده انا اخوك يا اخي وبعدين لو كنت اخترت كنت قلت لك ربنا يخليك. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا باشا؟ معلش يا باشا انا اتاخرت عليك. انت عارف البلد مفتحه عليها اللي دول على الموضوع ده. انا عارف مالش الحاجه اللي طلبتها منك ايه كله تمام. الحاجه اللي انت عايزها موجوده معاك والمطابقه الجميع
عن الصفات الادبيه. وانا بقى اقولها لك بنفسي، وانا جهزت لك الشيك بتاعك. عمرك كريم معانا يا باشا، عمرك ما وعدت وعدت. عمري كان في محط غلط يوم. اخويا كشف عليا وقال لي عندك حصوه على كده. دخلني المستشفى، سابني الحصوه في قلبي واخد مني الكيله. اخويا سلكني ياما، سابني ولحمي سلك حته مني. قولي لي ياما، قولي لي ياما اعمل ايه؟ اقول لك ايه؟ أقول لك إيه يا مناري؟ أقول لك إيه؟ أقول لك إيه يا مناري؟ وافضل تحت رجليه وارى الارض والدين، وانا ما كنتش عاوز حاجه من الدنيا. كل اللي انا عاوزه يرجع لي عني يوم. بس من يوم قومي يا الله، قومي يا الله، الله. قلبي رميته وجبت غيره حجر. استهاب الحجر رجعت قلبي لقيته عجب. انا قلت كلمه وكلمه انا معنى ايه؟ كما بطن واحده وجوه من دين وشيء. لو دنيا شر التوأم بالخير يموت، ولو دنيا خير الشر هيعيش من هنا. عجبي عجبي الحياة حلوة جدا. ايه ده جزار تاني كل يوم جزارين، انما نشوف تجاريب. 150 صح، 150 متر. ايه ده كمان؟ عندك 6 فروع في البنك. 6 فروع في البنك؟ ايه الكلام اللي انا بقوله ده يا ربي؟ مش ممكن. الحد ما عندهاش قلبي ابدا. ايه ده؟ ثلاجة ايديا. لا 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 ثلاجة ايديا ليه يا ابني؟ لما نشوف ايه جواكي. وريني كده. ده ب100 كيلو لحمة برضه. راحة يا عمي، ثلاجة ناس. ثلاجة ناس. ايه ده؟ عدد 1
يا ابني يا استاذ تعالى هنا لو سمحت. 150 صح وطي اكبر. ايه ده اكبر منه مش ممكن. 150 سم لون اسمر وريني كده موسيقى. موسيقى صح برافو عليك. اسالك السؤال ده بتسال. اتفضل. انت بتعمل ايه؟ بيانات طبعا. ايه؟ بيانات؟ طب وانت مين انت عشان تاخد بيانات؟ ضرايب ابن اللفات. ايه مش واضح ولا ايه؟ ايه ده يا ابني عاطين حجرين هنا لو سمحت. الله بس كركر يا شيشه ما توديناش في داهيه. مش قادرة. مش قادره. مش قادره ايه؟ حاجه انت لو مرضتي وقلت لي مش قادره لشد نفسك لما طلع عينك. طب خير يا بس خير. بص يا سيدي انت عليك 500 مليون جنيه ضرايب متأخرة. مبروك. 500 مليون؟ كام دول يعني؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يعني ايه كام دول؟ طب استنى شويه. اديني يا ولد. عشان ده القمر. يخرب بيتي. القلم. سكت انت يا ولد. هدي نفسك شويه يا ابراهيم. ايوه كده. بص يا باشا انا بكتب كل حاجه. بلاش انت البنك. ايه الالوان الشتشي؟ اجنده لونها يوريني يا ابني كانت فيها ايه؟ ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ بلاش يا باشا. اكيد هتقولي توتي غيرها يا ابني عشان مش هينفع. اسمك ايه بسرعه؟ بكل فخر ورجوله ميدو. جيبوا الاسماء دي منين يا ابني؟ ايه ده؟ اسم مراتك جمالات. نتجوز واحد مره. كلمني بقى. صرف عليا شويه. ايه؟ قلت 150 جنيه بس حن كلبك علينا شويه وثبتني ما توترنيش. ما تخافش انا ما بفضلش. يا ساتر يا ساتر بتقطع الزكاة يا عبد القوي. علم الله وعظم كتاب بالأرض بس اللي يغلط فيه يجيبه الأرض. أما الصلاة